followers, how are you? في فيديو النهاردة هنعمل محل الأدوات المدرسية. بما ان الناس اللي شغالين في محتوى افاتار وورلد عملوا محلات، بعضهم عملوا محلات للأدوات المدرسية، فأنا كمان قررت أعمل محل الأدوات المدرسية لكن بطريقة مختلفة شوية. يعني هنقي محل يكونوا هما ما عملوش فيه قبل كده، وطبعا طريقة الترتيب برضه هتكون مختلفة شوية. ويلا بينا نبدأ. أول خطوة رحلة البحث عن المحل. بصوا يا جماعة، أنا فضلت إن المحل يكون هو اللي باللون الموف ده، وهو هيكون ده. دلوقتي بقى نبدأ نفضيه من كل حاجة موجودة فيه. من ضمن الأسباب اللي خلتني أختار المحل ده إنه واسع وفيه أماكن تنفع، وفيه كمان بتاعة التصوير دي، يعني خاصة إن بتوع المدارس بيحتاجوا تصوير قبل المدرسة، فممكن هما يجوا يتصوروا هنا. فهمتوا؟ أيوة كده. اضطرينا نيجي هنا عشان نجيب كرتون كبير زي ده. هنبدأ بقى نشتري كل حاجة في المحل. هنشتريهم كمان ونودي دول ونرجع لكم. بصوا يا جماعة، انا كده اشتريت كل حاجة من المحل، حتى الشخصيات كمان اشتريتها. ويلا بينا تاني فقرة، هي ان احنا نروح نجيب الادوات. اكيد عشان احنا محتاجين ادوات دراسية، فاكيد اول حاجة هنجيبها هي المدرسة. وكده نكون جبنا كل الادوات اللي قدرت ان انا اجيبها، بس اظن ان دول كلهم يا جماعه، لاني بجد لفيت على كل منطقه في اللعبه. بصوا يا جماعه، انا رنيت على رونا وهي جايه في السكه. الان يا جماعه عندي ايه؟ هتعملي بقى ايه ندى؟ يلا بينا بقى نبدا نرتب الحاجات دي. اول حاجه هنرتبها هي الحاجات اللي هي ملابس المدرسه.
هاخد تحت هنا في مكان. نكون خلصنا المحل ورونا هي اللي هتكون مسؤولة عن الكاشير، وانا اللي هكون مسؤولة عن استقبال الزباين ومشيهم اعرفهم على المكان. وقبل ما الزباين تيجي بسرعة اوريكم المكان من الاول للاخر. وبصوا يا جماعة، عشان احنا في الليل فاحنا هنضطر نروح دلوقتي وهنيجي بكرة، عشان اكيد محدش هيجي المحل دلوقتي. وقبل ما نروح هنجيب التليفون وهنصور اعلان بسيط ان احنا ننزله ونشوف الزبائن اللي هتجيلنا بكرة. تمام، يلا بينا. بصوا احنا كده جبنا الموبايل اهو يا جماعة، وانا هصور ندى وهي بتتكلم. يلا بينا. السلام عليكم يا ايوه واحلى ناس الدنيا. طبعا احنا فتحنا محل النهارده اسمه محل الرندي، وبجوار المخبز شارع افاتار 99. وطبعا منتظرينكم. المحل هو عباره عن ادوات المدرسه، وموجود فيه كمان تصوير المدرسه الصف الاول من كل ترم، من كل منهج، من كل اي حاجه يا جماعه، من كل مرحله. واي حاجه ممكن تتخيلوها تلاقوها هنا في المحل. ويلا منتظرينكم بكره من الساعه 10 الاعلان الصبح. كان حلو، بس حاسه انك كنت متوتره شويه. ايوه اكيد كنت متوتره يعني. انا صحيت بدري اهو، جيت المحل ورونا لسه ما جاتش. اما كلامها كده. الو رونا، تعالي يلا المحل، انا وصلت. تمام ماشي، يلا يلا مستنياكي. اما اشوف بقى الاعلان. ايه ده كل الناس كاتبالي اللي هي هتيجي النهارده. طيب تمام بقى، استناهم. ازيك يا ندى؟ ازيك يا رونا؟ يلا بينا، انا هقف هنا عند الكاشير وانتي بقى اقفي استقبلي الزباين. تمام. طيب تمام ماشي. السلام عليكم، كنت عايزه اخد ادوات المدرسه من هنا. ايوه اتفضلي، اهلا اهلا، هتلاقي هنا كل حاجه ممكن تحتاجيها. ايوه هو باين المحل اللي هو حلو. يلا بينا، تعالي يا لوسة نروح نشتري. مامي بصي الشنط فوق اهي. ماشي يا حبيبتي، اختاري واحده. انا عايزه الصفرة اللي عليها نحله. ممكن تجيبي لها الشنطه الصفرة اللي عليها نحله؟ ايوه ماشي، طبعا. اتفضلي اهي. الله، بصي يا مامي فينا حاجات حلوه اهي. ايوه هاتي بقى النوت بوك. إيه النوت بوك كده يا مامي؟ الكشكول يا حبيبتي، الكشكول. هاخد ده. يلا اختاري قلم. اختار قلمين. هو قلم. ماشي. هختار دي يا مامي. لا ده شكله غالي، سيبيه وخدي واحد غيره. انا كنت عايزه ده. يلا اهو هاخد ده. ايوه خدي ازازه الميه دي. ماشي، ولبس المدرسه؟ لبس المدرسه انت مش جايبه السنه اللي فاتت؟ هو يا مامي عايزه لبس المدرسه. مفيش لبس مدرسه، انت جايبه السنه اللي فاتت. ماشي. والمسطره واللانش بوكس؟ دي حاجة عيال كبيرة ملناش دعوة بيه. انت في سنة تالتة لسه. يا مامي يلا نروح نحاسب. بقولك ايه، الست دي شكلها بخيلة. ايوه فعلا. هاخد دول، شوف لنا كده دول كام. تمام كده حسابكم 84 جنيه. 84. انتوا حضرتكم غالية كده ليه؟ هو عشان انتوا جداد؟ ده انتوا المفروض تعملوا معانا الواجب. واجب لو سمحتي، ده احنا نعتبر ارخص ناس. فعلا ما انتوا ناس رخيصة فعلا. انا غلطانة اللي انا جبت منكم حاجة. يلا يا بنتي من هنا. لا يا ماما انا عايزة الحاجات امي. خلاص عادي، هما واول واخر مرة نجيب حاجة من هنا. حضرتك انت حرة في المكان اللي تجيبي فيه والمكان اللي ما تجيبيش فيه، احنا ملناش دعوة. انت اللي دخلتي بمزاجك وبذوقك، وانت اللي شايفة الحاجة، واول ما دخلتي قلتي ان الحاجات دي حلوة. بقولك ايه، انت هتتعصبي عليا؟ خلاص يا جماعة، حصل خير. حصل خير يا طنط، هو في ايه؟ انت هتيجي تشكلي معانا هنا وانت اول زبونة اصلا. ماشي، ما عشان انا اول زبونة لازم تدوني الحاجة بسعر قليل. اما لو كنتي واخده حاجات كتير، انتي ما انتيش واخده الحاجات قليله جدا. بقولك ايه يا طنط، ما تخلينيش اتعصب عليكي. بقولك ايه، انتي هي اختك سكتت وانتي هتيجي تعملي عليا انتي كمان. يلا بنتي يا زفته من هنا، بلا تعيطي بلا تخفي، عدي عنه ما تشر. يا ساتر، اعوذ بالله من دي ست، يعني من اول زبونه كده تقوم عامله معانا كده. خلاص يا ستي، حصل خير، يجي غيرها واحسن منها. انا هاخد الحاجات دي ستفها. احنا ناقصين قرف يعني، كمان خدت الحاجه وما ستفتهاش ولا عملت حسابها لاي حاجه، وبنتها عماله تقول لها عايزه كذا وعايزه كذا وهي مش راضيه تجيب لها. اتفضلي رتبت الحاجه. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحتي عايزة اخد حاجات المدرسة من هنا. طبعا طبعا، اتفضلي. مامي عايزة اخد حاجات المدرسة. ماشي يا حبيبتي. تمام، هي دي الحاجات اللي انا هاخدها. تمام، اتفضلي حاسبي هنا عند رنا. تمام ماشي. حساب حضرتك 127 جنيه. ايه ده؟ دولار قصدي. هحاسب بفيزا. تمام عادي. شكرا جدا، انتوا حاجاتكم حلوة جدا. هنيجي ناخد كل حاجة من هنا. وانتي كمان ذوق جدا. سلام سلام. هي دي الناس الذوق اللي بجد والله. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا احلى متابعين في الدنيا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا اللايك والاشتراك والسبسكرايب. انتي هلا، ما سبسكرايب هو الاشتراك. انتي هبلة. ايه ده بجد؟ اول مرة اعرف.